السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل، مساء السعادة، مساءنا كالعادة سكر بالزيادة. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقتنا النهارده في السلاكة واخر اخبار السلاكة، وهنشوفوا بعض الحاجات. ولكن النهارده دايما بيجي لي كومنت من الشباب الصغير: يا عم التربو عايز اربي حمام، تنصحني بايه؟ انا جاي النهارده ارد عليك. بص يا حبيب قلبي، غاية الحمام هي مش معنى انك بتربي حمام فبتجيب دكر تحطه على انتايه تحطهم على بعض يطلعوا لك زغاليل. لا، الموضوع مش سهل زي ما انت فاكر. الحمام ده اول حاجه لازم تعرف انت غرضك ايه منه، بتربيه ليه. في ناس بتحب الحمام الزينه، في ناس بتحب الحمام النش، في ناس بتحب تطلع زغاليل وتفرخها، في ناس بتحب الحمام الزاجل. طيب النهارده انا هتكلم في حته النش اللي انا بلعب فيها او اللي انا حاببها. انت كمبتدئ عاوز تجيب حمام علشان تنشه ولسه مبتدئ، اربي ايه؟ الانواع اللي هقول لك عليها دي ابتدي بيها اول السلم، ابتدي بيها في اول خطوه. العبسي، الكراكندي، هوب، الحلبي. لو عاوز تجيب شرباز اللي هو الانجليزي، الاسترالي، اللوكشاك، البنايده. الحمام ده اول حاجه في متناول الايد بالنسبه لك. تاني حاجه هتقدر تتعلم فيه، وديك بتتعلم في حمام غيه، ده برضو حمام غيه. بعد ما تعرف الانواع دي وتبدا اللي انت تفرغ زغاليل وتعرف الزغلول بيفتح بعد كام يوم، والحصوايه الكبس، والزغلول لسه طالع، ويعني ايه اهالي بتلبن. بعد ما تعرف الموضوع ده كله تروح بقى بعد كده الحته الاحترافيه. ايه هي الاحترافيه؟ الانواع. في حاجه اسمها الحمام الغزار المصري. حمام الغزار المصري هو اساس النش، اللي هو صافي، اسود غزار، عنبر اسمر، مرقع، احمر، ابلق، مسود، قطقاطي. كل الحمام ده اسمه الحمام الغزار المصري. ده بقى الاحترافيه. طيب انا النهارده كمبتدئ يعني اعمل ايه يا عم الحاج؟ كمبتدئ لو انت النهارده عملت غيه، عملت 4 جناب، وفي بعض الشباب: يا عم التربو انا عاوز انش من اوضه، انا عاوز انش مش عارف من منور. يا حبيبي الغيه غيه اسمها غيه، يعني غيه الحمام اسمها غيه. غيه يعني ايه؟ يعني 4 جناب وقاطع ونضاره وبيبان، هي دي الغيه. والشباب اللي دايما بيكتب لي في الكومنتات: يا عم تربو انا عاوز اعمل عشه 3 في 4، عاوز اعمل عشه 4 في 4. العشه دي اللي هي بتاعت الفراخ، لكن الغيه بتاعتنا اللي احنا بنربي في حمام دي اسمها غيه. فانا النهارده بعلمك المصطلحات وبعلمك تبتدي بحمام ايه. مثلا هنروح نجيب بنايده. البنايده اهي، ده بنيدي ابيض اهو، ده بنيدي ابيض اهو. في منه كشك اسود، وفي كشك اصفر، وفي كشك احمر، وفي كشكات اللي هو البنيدي بكتافات. احنا عندنا في اسكندريه بنقوله بنيدي بكتافات حمراء، بنيدي بكتافات زرقاء، بنيدي بكتافات سوداء. دي انا مش عارف، دي فوزيه طبعا عارفينها كلكم. دي الحمامه اللي ابتدي بيها. تاني حاجه لو عاوز ابتدي بحاجه تانيه، في الانجليزي اهو، ده شقلباز انجليزي بيلعب، في منه بيلعب في منه ما بيلعبش. ولكن الحمامه دي يا جماعه صدقوني فيها نصاحه ما شاء الله عليها، وبتجري مع حمام النش. ده تقدر تبتدي بيه. الجوز من ده مثلا لو مستواها هيعملوا 300 400 جنيه. النهارده برضو الشقلباظات دي الجوز بتاعها النهارده بيعمل من 300 ل 400 جنيه. العبس الكراكاني معاك من 250 القص لحد 300 400 حسب مستواه وحسب شكل الحمامه، حسب طولها، حسب عظمها، حسب لونها. كل ما الحمامه المحاسن زادت فيها بيزيد سعرها. ده الحمام اللي تبدا تشتغل بيه. ابتدي بالحمام ده وابدا اتعلم وافرخ منه، وبعد كده تخش بقى البل. عندك النهارده 7 بيبان في البل، 7: قبل اسود، قبل ابيض، قبل احمر، قبل سكروطه، قبل قشر بندق، قبل بنفسجي. انا نسيت ابلق فيهم نسيت مين؟ سكروطه، قبل احمر، قبل ابيض، قبل اسود، قبل بنفسجي، قبل قشر بندق. فاضل ابلق يا رجاله، مين هو؟ والله نسيته. ما علينا، هم 7. في ناس مش مقتنعه بالابلق الابيض،
في ناس مش مقتنعه باللبلق الابيض، ولكن هو بيت موجود، انا ما بربوش، انا عن نفسي ما بربوش. تخش بقى النهارده انا عاوز اعرف شكل اللبلق الاسود ايه. مام رايح متفرج وانا في السوق كده، اللبلق الاسود اهو يا رجاله، ده ابلق اسود اهو، علشان لما تشوفه في السوق تبقى انت عارف انت بتتكلم على ابلق اسود بيبقى شكله ايه اهو. خلاص ابدا اتعلم في فرد بقى. طب الابلق الاسود عينه لونها ايه؟ طب عينه واسعه ولا ضيقه؟ طب خدينه طوال ولا قصيرين؟ طب مش عارف عظمه فوق ولا تحت، عظمه شبعان ولا خفيف. تبدا بقى ايه تمارس الحته دي. تطلع من الاسود تخش على السكروته، تطلع من السكروته تخش على البنفسجي، تطلع من البنفسجي تخش على القشر بندق، وهكذا. تروح للعنبري الاسمر. تعرف العنبري الاسمر شكله ايه؟ فرد حمام اسود بعشر ابيض، كله اسود مقفول فوق وتحت وعشر ابيض. فرد حمام خشن بيبقى ليه جفن. تمام؟ اعرف مواصفات اللبلق، مواصفات العنبري، مواصفات الاحمر. بس كبدايه ليك كمبتدئ، اول حاجه تعملها تربي الحمام البسيط اللي انا بقول لك عليه. انت بتقول لي انصحني يا عم التربو، انا بنصحك، بس ما تجيش بعد كده تقول ايه منه لله اللي علمني غايه الحمام. ليه؟ ادمان يا جدعان. يا جدعان الغايه دي ادمان يا جدعان. تمام؟ تعالوا بقى نبص على سلكتنا مع بعضينا كده، عشان عاوز اوريكم حاجه النهارده. بصوا هنا احنا عندنا العنبري، الدكر العنبري اهو، اللي انا كنت حاطه على التيره الزاجل علشان اشوف القص ده هيعمر ولا مش هيعمر. القص عمر خلاص كده، الدكر ده عمر. الدكر ده عاوز اشوف له انتايه كويسه كده بنت ناس، ان الدكر ده حلو. تعالوا نشوفوا عيالهم طالعين عاملين ازاي. طب قوم عشان ابص على عيالهم لحظه بس. قوم يلا. ايوه يلا كمان واحده روح. انا مش عاوز اخش عليه عشان ما يعفرتش الزغاليل. بصوا يا جماعه بقى الزغاليل هنا طالعه عامله ازاي. بص يا ريس، ادي زغلول اهو وادي زغلول اهو. طيب هعلمك حاجه، عشان دايما بقول لك الطاجن هو اللي بيعلم. طاجن هو اللي بيعلم. دول هيطلعوا ايه؟ الزغلولتين دول هيطلعوا ايه؟ قول لي دول هيطلعوا ايه؟ انا اقدر اقول لك على واحد فيهم هيطلع ايه والتاني معرفش. هتقول لي ازاي؟ هقول لحضرتك. ارجع بقى دلوقتي بقى، ارجع. بص يا ريس، لما يكون ربنا كرمك بقص عنبره سمر او نتايه سودا ودكر عنبري بعشر ابيض، ده كده دكر عنبري عشره اللي هو جناحه من على الطرف ابيض، وانت عطيله نتايه عنبريه سودا خالص وعيالهم قد كده، وانت عاوز تعرف هل فيهم سود ولا هيطلعوا بعشر. دي اللي انا هعلمها لك النهارده. شايف الفرد ده؟ الفرد اللي هو عظمه في حته سودا ده ومن قدام ابيض، شايف ده؟ ده هيطلع عنبري اسمر بعشر ابيض. العنبري الاسمر يا شباب لما يجي بعشر ابيض تلاقي عظمه من ورا فاتح اهو، من ورا كده من عند المناخير عظمه فاتح، ويجي هنا يسود اهو، ويجي قدام خالص في الطرف اللي قدام خالص تلاقي عظمه ابيض. ده العنبري الاسمر. ده العنبري الاسمر يجي بعشر، يعني ده زغلول هيجي عنبري اسمر بعشر. التاني بقى مش عارف هيطلع ايه. هل هيطلع زاجل عشائي؟ هل هو هيطلع عنبري اسمر بعشر بس بوش شامي؟ الله اعلم. ولكن ده اللي انا شايفه ده هيطلع عنبري اسمر بعشر. طيب لو الحته اللي قدام يا ابو الترابيب اللي هي بعد الحته السوداء الغامقه دي، الحته الفاتحه البيضاء اللي قدام خالص، لو دي جت سوداء بقى، يعني العظم من قدام من ورا جاي فاتح ومن قدام جه بحته سوداء، اعرف اللي الزغلول ده هيطلع لك لونه اسود. هيطلع ايه؟ لونه اسود. ما العنبري الاسمر تلاقي عظمه من ورا فاتح، خلي بالك دي معلومه، ويجي بعد كده بحته سوداء والعظم من قدام يجي لك ابيض. لو جالك الحته اللي قدام كلها سوداء اعرف اللي العنبري ده من وهو صغير كده طالع من البيضه، اعرف اللي ده طالع اسود ما فيهوش عشر ابيض. تمام؟ تمام. هنا بقى احنا رحنا هناك اهو. بصوا بدات اللي انا
اسيب الطواير هنا. خلاص شلت كل الحمام من هنا، دي الطواير اهي اهي. ببدا بقى ان انا اسيب الطواير يا ريس بقى تطلع تفك نفسها كده اهي، عشان ما تبقاش الطواير بتاعتي متكتفه. التيره اللي هتخلص من دول يا جماعه، التيره اللي هتخلص من دول، اي طيره هتخلص من الحمام ده تحصي، هاخد حصاها احضنه، وفي بعض الطواير فيهم هخليهم يزقوا، هخليهم يزقوا. يعني هعمل ايه؟ مثلا عندي مثلا قص حضان زي ده كسخنجيات، اديهم حصويتين واخد الحصويتين بتوعهم اديهم لاي قص حمام من دول لو هيلبنوا بس. قص زواجل اهم، احضن تحت منهم واخد حصوايه منهم او اتنين احطهم تحت قص تاني اهو. تمام. تعالوا بقى هنا، حاصل معايا موقف غريب وبقول لك، ودايما بقول لك هنا الغاوي بيتخدع. تمام. انا عندي الانجليزي ده، تمام، وعندي الانجليزي ده. دول انا جايبهم فرداني، المفروض اللي هم مثلا جايين دكر وانتايه. طيب، واحتمال كبير نتايتين. طيب خد بالك بقى، انا دوت عاطيله انتايه زاجل برضو بقصد الحضانه يا جدعان، دول حضانات. تعالوا كده نتفرجوا على المنظر ده. انا هاخد ده اهو، انا عايزك تركز معايا في الحته دي قوي بقى، واحطه هنا لده. اتفرج كده عليا، اتفرج عليهم. قول لي دول دكر وانتايه ولا دكرين ولا انتيتين باللي حضرتك شايفه ده؟ دول ايه؟ طبعا شفت حجرهم، شفت ريشهم، شفت وشهم، قلت دول نتايتين. ولكن لما شفت المنظر بتاع دوت كده وبيشخور وبيجعر وبيلف، قلت ده ذكر. قلت ابصوا، قلت ده ذكر وده بيعمل زيه. لا استنوا كده، ده اللي هنا، ده اللي هنا التاني كان عليه الصمه. خليكم معايا اهو اهو، قلت ده ذكر خلاص، عشان ده اللي عليه الصمه انا معلمهم يا جماعه، ده اللي عليه صمه. تمام. وده هنا اتفرج برضو على ده بيعمل ايه. اتفرج، ذكر. فحطيت لي ده انتايه زاجل وبتعملهم حضان، وحطيت لي ده انتايه زاجل. خلاص. ببص النهارده الصبح لقيت حصوايه اهي، بس لقيتها مرميه فين؟ مرميه هنا، والحصوايه لسه جايه اهي. الحصوايه لسه نازله النهارده يا جماعه. خلاص. رحت بصيت على حجري الاتنين حجرهم واسع قوي، الاتنين حجرهم واسع. انا عايز اعرف مين اللي حصه، بس حجر الانجليزي بيديني دليل اكتر على ان هو اللي محصي. فهنا انا استغربت، يعني انتوا انتايه ولا انت دكر ولا انت ايه بالظبط؟ بص وش دكر، بص وش دكر اهو، ما بيضربوش بعض، ما فيش اي مشكله هنا. وهنا ده عمال يجري ورا الزاجل دي، بص بيطلعها على المسقه دايما اهو. بص اهو، المفروض ده ذكر. انا في حيره، انا عن نفسي في حيره مع الحمامتين دول، انا في حيره. ده بيشخور وبيجعر وبيلف، وده بيشخور وبيجعر وبيلف. ولكن لما لقيت حصوايه هنا وحجر الانجليزي ده واسع قوي ومطري قوي كأنه هو اللي محصي، فانا هعمل ايه؟ هسيبهم لحد كده بكره، هشوف مين اللي هيحضر الحصوايه الثانيه، الانجليزي ولا النتايه الزاجل. الزاجل دي نتايه، دي حمامتي وانا عارف. عشان كده انا بقول لك دايما، والله ممكن يكون غاوي حمام ويتخم في ذكر وفي نتايه. انا واقف مخموم في فردين اهو، الاتنين بيعملوا حاجات دكوره، والاتنين مواصفاتهم تقلبهم يعني في الحجر وفي الكلام ده وفي الريش نتايات.
احطهم مع بعض يضربوا بعض. طب لقيت في بيضه، اكيد بتاعت الانجليزي يا عم، ما انا شايفه ذكر. فدايما احنا كغوايه حمام ممكن فرد حمام بالنظره كده نجيبه بنوشه نعرفه، وفرد حمام يحيرنا لازم نعاشره. فالانجليزي انا هعاشرهم، وانت لو ليك راي اهو تاني، لو ليك راي اهو قول لي في الكومنتات. ده رقم واحد اهو، عشان برضو تبقى معايا. بص ده وش نيتشي، وشه بص ده وشه نيتشي ده اهو، وشه انتايه بس بيعمل افعال دكوره. ده رقم واحد اهو، ده رقم واحد اهو اهو. خلاص. وده رقم اتنين. اكتب لي في الكومنتات رقم واحد دكر ولا انتايه، ورقم اتنين دكر ولا انتايه. وادي رقم اتنين اهو. برضو انا بمسك الفرد كده وادخله الباب علشان تشوفوا هو بيشخر وبيجعر اهو. وده رقم اتنين. اكتب لي في الكومنتات رقم واحد ذكر ولا انتايه، ورقم اتنين ذكر ولا انتايه، علشان بجد انا تعبت من دي الحكايه. اخواتي وحبايبي تحياتي ليكم، واتمنى ان انا قدرت النهارده افيد بعض الشباب الصغير. قلت لك على الحمام اللي تبتدي بيه ايه. لو انت عاوز تفرخ برضو اشتري الحمام ده قصوص من حد يكون شغال في حمام وراجل مضمون، خد منه قصوص وافرخ. لو انت عاوز تنش وعاوز تجيب زغاليل برضو، هات الزغاليل اللي بقول لك عليها في الانواع دي: عبسي، كراكندي، حلبي، استرالي، كشك، بنيدي، انجليزي. ابعد عن 3 حمامات ما تجيبهمش لو انت عاوز تنش. ابعد عن 3 حمامات: الزاجل، الكريزلي، الشقلباز. غير الانجليزي اي شقلباز بسروال ابعد عنهم. ليه بقى؟ انت كتبت لي في الكومنتات وقلت لي ليه، وانا قريت مخك قبل ما تكتب. الكريزلي والزاجل حمامه بتجري في الواطي وبتاخد سكك وما بتلمش في حمام، ملهاش دعوه باللم. يعني لو شافت حمام ودخلت فيه هتطلع من الناحيه التانيه وتمشي، فده مش مطلوب. رقم اتنين اللي هو الشقلباز. الشقلباز بيلعب ياما فبيعطل الحمام عن المشي وما بيشتغلش كتير زي الانواع اللي انا قلت لك عليها. يا رب الفيديو يكون عجبكم وفيه افاده ليكم. تحياتي ليكم اخواتي وحبايبي، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.